السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض طبق بتنجان يا جماعة ب3 معالق زيت. الناس اللي بتتعب من الزيت او عندها كوليسترول عالي عايزة تاكل بقى طبق بتنجان محبش كده، هنعمله النهاردة ب3 معالق من الزيت. معانا البتنجان بتاعنا والخلطة بتاعته. اول حاجة توم مفروم وطماطمايه وفلفل وقرن فلفل حراق، ملح وكمون وكزبره وليمون وخل كمان، وهننزل عليه بكميه الليمون دي يا جماعه. بتنجان المخلل طبعا بيحب الليمون. ومعانا هنا البتنجان بتاعنا احنا غاسلينه كويس ومسحطاه في المصفى. واول حاجه بدأنا بيها هنا الخلطه يا جماعه، اهم حاجه خلطه البتنجان. والنهارده فعلا هنعمل بتنجان جميل جدا، كملي بس معايا الفيديو ان شاء الله يعجبك. معانا هنا البتنجان بتاعنا احنا قاطعين الراس بتاعته اللي فوق، وهنبدأ نحشي البتنجان زي انتوا ما شايفين كده ني، وهنرصه في حلة او في طاسة زي ما انتوا شايفين كده. هتخلصي كل بقى كمية البتنجان كده. جربي النهاردة يا جماعة، البتنجان ده تحفة جدا حتى لو ما عندكيش زيت، وسهل جدا وخفيف وما بياخدش اي وقت فعلا على النار. وانتي بتعملي الاكل كده هتحطيه على البوتاجاز. خلصنا هنحط كده قرنين فلفل، والخلطة اللي فاضلة ده هنحطها كده على الوش، وهننزل ب3 معالق من الزيت او اقل كمان على الوش. بصوا زي ما انتم ما شايفين كميه الزيت اللي انا حطيتها هي دي اللي هتخلي البتنجان معايا زبده. هنقفل بقى الغطا وهنحطها على النار على نار هاديه جدا جدا. هتبدا تنزل الميه بتاعتها كده، ونسيبها لغايه ما تستوي وتاخد. بصوا بقى طعم، هتشمي بقى اجمل ريحه بتنجان مخلل تحفه يا جماعه من غير ولا نقطه زيت. ونكون خلصنا مع بعض النهارده طبق البتنجان التحفه ده، اللي اتمنى ان شاء الله تجربيه ويعجبك. واشوفكم حبايبي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.